السلام عليكم، كيفكن صبايا؟ شو أخباركم؟ اليوم حضرت لكم أكلة كتير بسيطة وسهلة، بس يا ريت قبل ما نبلش بالفيديو تعملوا لي لايك وتشتركوا بالقناة. هلا أول شي أنا رح بلش معكم بالمكونات. هون جهزت البطاطا وقشرتها وغسلتها، وغسلت الدجاجات قدر كيلو ونص، وعندي هون نص كاسة خل أبيض ونص كاسة زيت أبيض، ونص معلقة فلفل ومعلقة ملح، وعندي كم سن توم وبصلتين ورق غار، وهون عندي دبس بندورة قدر 4 معالق. هلأ حنبلش بسلق الدجاج. غسلتن منيح وحطيتن بالطنجرة، رح استناهن ليغلوا، وبس تطلع الزفرة بهالطريقة منشيلها. طبعا هلأ احنا ما منزود شي ابدا لحتى نشيل كل الزفرة. بعد ما شلناها بننزل بقى المطيبات. هون انا ما بدي احط مطيبات ابدا غير بصل وورق غار، ما بدي اضيف اي شي تاني من ينزع طعمة المسحب. جربوه بهالطريقة وحتدعولي بإذن الله. وضفت هون معلقتين ملح صغار، وهلأ بهديها. ما بدي احطها على نار خفيفة، على نار وسط قدر نص ساعة. هلأ هون رح جهز الصلصة. حطيت 4 معالق مرقة بندورة تكون مركزة وحلوة، وبنزل دغري فوقها بالنص كاسة خل أبيض. ما بدي لا خل تفاح ولا خل أي نوع تاني، بينزع طعمتها. خل أبيض أطيب شي، ونص كاسة زيت أبيض، وعندي 4 أسنان توم، وهنا عندي نص معلقة فلفل ومعلقة ملح صغيرة تليانة، يعني بدي إياها معلش تعطي شوية ملوحة. وهلأ هون عندي البطاطا قطعتها موديلين. هلا أول شي هذا الشكل مشان نحطه على صينية البطاطا، وهاد مقلية عادية جنب الأكلة. رح بلش اقلي البطاطا. طبعا صبايا هالطريقة كتير كتير لذيذة، اللي ما جربها قبل هلأ يجربها بدون اي اضافات. حتى فيكن تحطوا بقلبها قطع بطاطا مع الصوص وتحطوها بالفرن، بس بصراحة انا اولادي ما بيحبوا البطاطا هي هيك طعمتها مسلوقة، بحبوها مقلية، فبقليها وبحط على وشها بتطلع اطيب. وهلأ بعد ما استوت البطاطا عندي بشيلها على جنب. شايفين منظر هالبطاطا؟ طبعا البطاطا متى ما كانت مقلية بزيت جديد بتطلع طعمتها كتير كتير طيبة. هلأ بنزل الوجبة الثانية. لبين ما انا جهز صينية الدجاج. هون بعد ما استوى عندي الدجاج نزلت على الصوص تقريبا شي 5 كبجايات او 6 كبجايات من مرقة الدجاج. يا سلام، من اول كبجاية نزلت على الصوص عطت ريحة بتطير العقل. عن جد عن جد هالأكلة كتير كتير لذيذة، بنصحكم كلكم تجربوها. طريقتها كتير كتير سهلة وهينة، وبدون مطيبات وبدون بهارات وبدون اي شي. هلأ بحركها منيح لتدوب مرقة البندورة كلها، وبصف الدجاجات بالصينية. هلأ هون فيكن تحطوا انتو دجاجة كاملة، فيكن تحطوا صدورة، انتو اللي بتحبوه، بس نحنا عنا ما حدا بياكل الصدر كله بيحب الفخاد، انتو ورغبتكم. طبعا هون انا سلقتها مدة نص ساعة مو اكتر. هاي بعد ما صفيتهم حانزل بالمرقة عليهم. يا سلام، شوفوا هالمنظر، والله بجد بتجنن هالطريقة. بنصحكم تجربوها. والله ابي كتير كتير بيعشقها، يعني كل ما بحتار شو بدي اطبخ بقلي بابا ساوي لنا صينية مسحب. الله يخلي لي ابي وابهاتكم يا رب. طبعا هلا هون شويتها انا على حرارة الفرن 180
حطيتها شغلته من فوق وتحت. طبعا انا فرني غاز، شغلته من فوق ومن تحت. متى ما هيك تجانست الصلصة وحمر الوش، بنزل البطاطا وبرجعها على الفرن قدر 10 دقايق بس انها هيك تحمر البطاطا. هلا هون سكبتها وصبيناها الكولا. يا سلام، بجد بتشهي القلب هالأكلة. بنصحكن عن جد تجربوها وتعطوني رأيكن إذا حبيتوها أو لا. شوفوا بسم الله ما شاء الله، تحميرتها عن جد كتير كتير رائعة. هلأ رح أدوقها معكم. شايفين الدجاج ما شاء الله رايح أبدا، يعني مهري. بسم الله. والله رائعة. حطولي لايك ولا تنسوني من دعمكم، بحبكن كتير. والسلام عليكم.